منصة اليوتيوب هي أكبر موقع وتطبيق لمشاركة الفيديوهات عبر الإنترنت، وبتقدر إنك تستخدم هاي المنصة بغرض الترفيه أو التعليم أو حتى إنك تسمع موسيقى، وبتقدر من خلالها إنك تتابع أخبار العالم وإنت بمكانك ومن تليفونك فقط. ولكن بكل منصة ناجحة زي منصة اليوتيوب لازم إنه يكون في أشخاص مختلين عقليا ومريضين نفسيا بنشروا فيديوهات ما إلها أي تفسير منطقي، وحرفيا لما تشوف هاي الفيديوهات رح يقشعر جسمك، وهذا بسبب المحتوى الغريب والمرعب والغامض اللي موجود فيها، لدرجة إنه بخليك تسأل حالك كيف هذا المحتوى موجود على منصة زي منصة اليوتيوب اللي معروفة بخوارزمياتها وقواعدها الصارمة جدا. واليوم دخلت لأعمق وأظلم منطقة موجودة باليوتيوب، المكان اللي حتى الخوارزميات ما بتحب إنها توصلها. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم كويسين؟ بهذا الفيديو راح نحكي عن ارعب واغرب فيديوهات انتشرت على منصة اليوتيوب، وهاي الفيديوهات ما بتشبه اي اشي شفتوه على هاي المنصة قبل هيك. فيديوهات بتبلش بشكل طبيعي وفجأة بتحول لكابوس بخليك تعيد تفكيرك بالحياة كلها. فقوم حضر لك اشي تشربه او تاكله وركز معي كويس لانه اللي جاي محتاج قلب قوي. وقبل ما نفوت بالموضوع اعملوا لايك واشتركوا بالقناة وحاولوا انكم تشيروا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس عشان ينتشر. وتواصل معي وراسلني عن طريق حسابي الانستغرام، رابط حسابي الانستغرام موجود بوصف الفيديو، ومشاهدة ممتعة. بالمركز الخامس فيديو بعنوان داينينج اون هيز فيت، واللي معناه بالعربي رجل يفقد الحياة واقفا، وهاد من اغرب الفيديوهات اللي شافتها الناس على اليوتيوب. الفيديو مصور داخل مول بكازاخستان، وبالفيديو الناس بيكونوا متجمعين حوالين رجل واقف ثابت ما بتحرك ابدا، وحرفيا كأنه تمثال بشري، وكل محاولات تحريكه كانت فاشلة. ولما وصلت الفرق الطبية اكتشفوا انه حرفيا جسمه كان متجمد، وعنوان الفيديو بيقول انه مات وهو واقف، لكن الحقيقة اغرب من هيك تماما، واللي هي انه هذا الرجل قضى يوم كامل هو بيشرب كميات هائلة جدا من الكحول، وهذا تسبب له بحالة نادرة تسمى الكحوليك، يعني الذهول الكحولي، وهي تعتبر اخر مرحلة من مراحل التسمم الكحولي او ستوبر، المرحلة اللي بتوصل فيها نسبة الكحول لنسبة بتخلي الجسم يتجمد وما يستجيب لأي محفز خارجي. فالرجل ضل واقف متجمد تقريبا لساعة كاملة، ولحسن الحظ انه تم علاجه وانقاذه باخر لحظة. لكن بالرغم من هيك انك تشوف انسان واقف متجمد وما بتحرك ابدا وما بيبدي اي ردة فعل، فهذا المنظر لحاله كفيل انه يخوفك اكثر من اي فيلم رعب شفته بحياتك. بالمركز الرابع فيديو بعنوان Irrational Enemy او بالعربي العدو الغير منطقي. القصة باختصار عن بنت صغيرة اسمها كاسلين ادوارد، وكانت مريضة بمرض مميت وهو نفس المرض اللي ماتت امها بسببه بعمر 24 سنة. وبالرغم من صعوبة حالتها الا انه جارتها جينيفر بيتكو كانت بتتمنى لها الموت، والسبب انهم ما دعوا ابنها على حفلة كانت عامليتها جدة كاسلين. يعني متخيلين انه كل هذا الكره والحقد عشان حفلة. فجينيفر بيتكو بلشت انها تتصرف بجنون، ونشرت صور هياكل عظمية بحضن ام ميتة، وبعدين نشرت صور لجمجمة حاطة عليها وجه كاسلين، والصور كانت مرعبة وبتسد النفس لأعلى درجة. فجدة كاسلين قالت انها لما كانت توقف على الشباك كانت بتسمع جارتها جينيفر بيتكو بتصرخ لما تشوف الطفلة كاسلين، وكمان كانت بتحكي انه بدها كاسلين تموت وتلحق امها، حتى لدرجة انها زينت سيارتها عشان تصير بتشبه سيارة الجنازة. وبلقاء الجارة جينيفر بيتكو مع المحاميين قالت بالحرف انها مش ندمانة نهائيا على كل اللي عملته، والبنت عاشت اخر ايام حياتها وهي بتتعرض لعنف نفسي مؤلم جدا وحرفيا بدون اي سبب. بالمركز الثالث فيديو بيبدأ بمشهد من مسلسل جيمي نيوترون، بس بأسوأ انيميشن ممكن انك تتخيله. حرفيا شكلهم عاملينه من لابتوب بنصنع بسنة 2002، لكن المفاجأة انه الاب بيسحب شوت جان وبقتل فيه الام، وبكل برود بيحكي لابنه جيمي امك راحت اطلب بيتزا. فجيمي اللي وجهه كان عبارة عن مزيج من ارهاق وتعب وصدمة من اللي صار بيروح عشان يجيب بيتزا. جيمي وهو طالع من باب البيت
بيتعرض لمشهد خارج الشاشة، بمعنى انه في اشي سحبه خارج اطار الفيديو، وفجأة بنسمع صوت صراخ كثير مخيف، وبعدها بثواني حرفيا جيمي بيرجع بيتمشى ولا كأنه صار اي اشي. ولما جيمي بيرجع على البيت بقعد هو والاب يتفرجوا على التلفزيون بكل هدوء، وفجأة جرس البيت بيرن بصوت تليفون، والصدمة انها بتبين مش بيتزا ابدا. Here's your pizza. The pizza is aggressive. Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Neutron. بالمركز الثاني فيديو مدته 24 ثانية فقط، وهو بعنوان هايد اند سيك، واللي بمعنى لعبة الغميضة. لكن ال 24 ثانية هاي كافية انها تخليك تشك بكل اشي حواليك. بيبدأ الفيديو بجسم اسود لابس ماسك ابيض، وبيكون بيمشي على ايديه ورجليه بطريقة مزعجة ومرعبة، وفجأة بيصير جلتش او تشويش، فبعدها بيظهر شخص مش لابس بجامة، وبيكون لابس ماسك غريب تقريبا بيشبه شخصية كراش، وفجأة الشاشة بتصير سودا، وبيظهر مشهد قصير جدا بيكون عبارة عن تشويش وجلتش، وبعد هيك بيخلص الفيديو بتركنا بحالة من الغموض والرعب. بالمركز الاول واحد من ارعب واشهر الفيديوهات اللي موجودة على منصة اليوتيوب. بيبدأ الفيديو بشخص فاتح اليوتيوب على كمبيوتر قديم بنسخة ويندوز اكس بي، وبيكتب جنب الرابط رقم 6 3 مرات، فبتطلع له رسالة وبتقول انه الحساب معلق. فالرجل ما بييأس ابدا، وبيضل انه يعمل ريفرش او تحديث للصفحة، وفجأة يوتيوب لونه الاحمر بيعبي الشاشة وبيصير كله تشوهات، وكأنه دخل لنسخة سرية من الموقع بعد محاولات كثيرة. وبعد هيك بيطلع له فيديو اسمه 6 3 مرات، وبيكبس عليه وبيدخله على صفحة غريبة، وبعدها بيشتغل فيديو عشوائي بمشهد مرعب بقشعر البدن. فالرجل بيحاول انه يوقف الفيديو بأي طريقة، فحاول انه يسكر الصفحة وحاول انه يطفي الكمبيوتر، ولكن الغريب والمرعب انه ولا اشي راضي يزبط معه، والفيديو بينتهي بهاي اللحظة، وبيتركنا بحالة من الغموض مستمرة لحد يومنا هاد. وهذا الفيديو نزل بتاريخ 26 فبراير سنة 2008، يعني قبل أكثر من 15 سنة من الآن، وهسه عليه أكثر من 20 مليون مشاهدة. وبهيك بنكون شفنا مجموعة من أغرب وأرعب الفيديوهات اللي نزلت على منصة اليوتيوب، فيديوهات بتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تكبس عليها. ودائما تذكر إنه اليوتيوب مش بس منصة فيديوهات منوعة وسليمة وخالية من أي غموض ورعب، لا بل في زوايا غريبة ومظلمة مش لازم تكون على هاي المنصة. وإذا حابين نعمل جزء ثاني ونكمل استكشاف بهالعالم الغريب اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وإذا حدا منكم شاف فيديو أغرب وأرعب من اللي حكينا عنهم اليوم شاركونا اسم الفيديو بالتعليقات، يمكن نعرضه بالجزء الثاني. ولا تنسى انك تراسلني من خلال حسابي الانستغرام وتقترح علي افكار نعملها بالمستقبل، وانا برد على كل الرسائل. وبس بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.